ازيكم عاملين ايه؟ تخيلوا ان في وجبة لو تناولناها في رمضان الملائكة هتصلي علينا وهتستغفر لينا. يا ترى ايه هي الوجبة دي؟ الوجبة دي هي السحور. ومع كده في ناس كتير جدا بتهمله ومش بتحرص عليه، وقد يكتفي البعض ان هو يتناول الطعام بعد صلاة التراويح ويقول انا ما اتسحرش، مع ان السحور بيكون فيه بركة وبيعين على الصيام والعبادة في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا عليه. وفي ناس ممكن يعتقدوا ان السحور يعني المراد بيه ان هو يبقى اكل كتير جدا، لكن احب اقول لكم السحور تناول اي شيء من الطعام او حتى من الشراب قبل اذان الفجر. ولو ما فيش اي حاجة طعام او شراب ممكن الواحد يتناول بس بضع حسيات من الماء، او ممكن ان هو ياكل 3 تمرات. والسحور بيجي في وقت بتتنزل فيه الملائكة وبتستغفر للصائمين. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين.